السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسبوع حاسم يطرق أبواب الكرة الجزائرية، وأخبار عاجلة تهز الوسط الرياضي. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتخذ خطوة مفاجئة ويشد الرحال إلى المغرب في بعثة إدارية كبرى، خطوة ليست بالعابرة بل تحمل في طياتها رسائل واضحة: لا مجال للتهاون ولا صوت يعلو فوق صوت المونديال. مساء اليوم كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قررت إرسال وفد إداري كبير إلى المملكة المغربية يوم الاثنين. الهدف واضح، وهو تهيئ كل الظروف المتعلقة بإقامة وتنقل وتدريب المنتخب الوطني الجزائري بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل وصول بعثة الخضر استعدادا لمواجهة المرتقبة أمام منتخب غينيا يوم الاثنين 8 من سبتمبر 2025 على أرضية ملعب محمد الخامس برسم الجولة الثامنة من تصفية كأس العالم 2026. هذه المباراة تكتسي أهمية قصوى، خصوصا وأن المنتخب الجزائري يتصدر مجموعته السابعة. إنه أسبوع مصيري قد يكون بمثابة الجسر الذي يعيد محاربي الصحراء إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب مؤلم عن نسختي 2018 و2022. ولا ننسى أن المغرب يحتضن عددا من المباريات ضمن هذه التصفيات بحكم عدم توفر بعض المنتخبات الإفريقية على ملاعب مطابقة للمعايير الدولية. ختاما مشاهدينا الكرام، كل الأنظار الآن مشدودة نحو المنتخب الجزائري، فهل سينجح الخضر في كتابة صفحة جديدة من المجد والاقتراب أكثر من الحلم العالمي؟ الأيام القليلة القادمة وحدها تحمل جواب، فترقبوا معنا التفاصيل أولا بأول. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.